يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما نصيحتكم للمحاضرين الذين يطيلون المحاضرات فوق الساعة؟ الأصل في ذلك التخفيف إلا لمصلحة من المصالح، أو يكون الناس عندهم رغبة في التطويل، فإن هذا مما يشرع. أما في خطبة الجمعة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته إن من فقهه، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمار. فهذا في شأن خطبة الجمعة، فسن فيها التقصير مع إطالة الصلاة، لكن غير خطبة الجمعة فيراعى في ذلك المصالح، فقد تدعو المصلحة إلى التطويل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، خطب الناس من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس، فكان يخطب، وإذا حضرت الصلاة الأولى أقيمت الصلاة أو أذن لها وأقيمت وصلت، ثم يخطب في الناس، فخطب خطبة طويلة لحاجة الناس إليها. وهكذا جاء عن عبد الله بن عباس أنه خطب من بعد صلاة العصر إلى المغرب، فإطالة الخطب في بعض الأوقات لمصلحة من المصالح مما يشرع، يعني غير خطبة الجمعة، الأصل فيها التخفيف. وعلى كل يراعي الشخص أحوال الناس ولا يشق عليهم مشقة شديدة، والأمر يختلف باختلاف الموضوع الذي يتحدث عنه المتحدث وأسلوب المتكلم واشتياق الناس للسماع من المتكلم، فقد يطيل الشخص في بعض الأوقات ويعلم أن الناس يرغبون في ذلك، أو لأهمية الموضوع وحاجة الناس إليه ماسة، فإن دعت حاجة من الحاجات أو كان الناس يرغبون فلا بأس بذلك. وإلا فالأصل هو التخفيف حتى لا يمل الناس ولا يدخل عليهم المشقة